أهلا وسهلا فيكم ويسعد أوقاتكم. وصفة اليوم هي وصفة فطائر السبانخ. وصفة شهية كتير، غنية بالفوائد وبرضه سهلة. رح أعطيكم طريقة العمل بالتفصيل، برضه رح أعطيكم السر لحتى تطلع معكم الفطائر بهذا اللون الحلو الذهبي، وبرضه رح أعطيكم طريقة الحشوة. كتير هشة وكتير شهية وبرضه كتير سهلة خصوصا للمبتدئات. تابعوا معي الفيديو للآخر لحتى تشوفوا طريقة العمل. بس بتمنى منكم إذا أول مرة بتتابعوني تعملوا اشتراك بالقناة ولايك للفيديو إذا عجبكم. أول شي رح نحتاج 6 كاسات من الطحين الأبيض. رح أنزل كل الكمية، رح أحط عليهم ملعقة صغيرة من الملح وملعقة صغيرة من السكر، ورح أحط عليهم ملعقة كبيرة من الخميرة. رح أضيف عليهم نص كاس زيت نباتي. بالنسبة للسوائل رح أضيف عليهم كاسين من الحليب وكاسة من المي الفاتر، طبعا والحليب لازم يكون فاتر. بضيف أول شي نصف كمية السوائل والنصف الثاني خلاله أنا أعجن. بعد ما عجنتها شوي رح أرجع أضيف الكاس الثاني من الحليب الفاتر. بعجنها تقريبا مدة 5 دقايق، لساتها معي قاسية شوي. بضيف نص كاس المي. هيك صارت عنا كاسين من الحليب وكاسة من المي الفاتر. هيك صارت العجينة جاهزة. بفضل إذا متوفر عندك لبن زبادي تحطي نصف كاس، بيعطيها هشاشة وعجينة قطنية كتير روعة على العجين. بتركها ترتاح ساعة أقل شي. وهلأ رح أبدأ بالسبانخ. بالنسبة لكمية السبانخ كيلو 200 جرام مغسول كتير منيح. السبانخ من أكتر الورقيات يلي بتعبي أغبار وأوساخ. بعد ما غسلتها تركتها تقريبا مدة ربع ساعة لحتى تصفت من المي. قطعتها بشكل خشن، ما بتفرميها كتير بشكل ناعم مشان بس أعصرها من المي ما تدوب عندي مزبوط. هيك خلصت كل الكمية. بحط عليها ملعقة من الملح وببلش أفرك فيها بإيدي لحتى كل السوائل اللي فيها تنزل، لأنه السوائل إذا ضلت بتخرب على الخبز، بتخرب العجينة. هيك تقريبا لحتى عصرتها مزبوط. شوفوا قد ايه كمية المي اللي نزلت. هلأ بعصرها وبحطها بصحن تاني. خلصت كل الكمية. هلأ رح نجهز الحشوة. احتاجت 3 بصلات حجم كبير مغسولين، قطعتهم، حطيت عليهم ملح فلفل وزيت زيتون لحتى حطيتهم على الغاز ودويوا عندي مزبوط بالشكل هاد. بنزل عليهم ملعقة من السماق. السماق كتير طعمه بيتناسب مع السبانخ، كتير شهي. السبانخ ما بحطها على الغاز، بنزل كل كمية البصل وبحط السبانخ فوقها. برجع بحط ملعقة من السماق، بخلطهم وبتكون عندي الحشوة جاهزة. العجينة بعد ساعة ما شاء الله متضاعف حجمها تقريبا تلتين، وكتير صارت هشة. كيف بدك تعرفي بعد ساعة إنه العجينة نجحت، إنه الخميرة صح مو خربانة؟ أول شي لازم يتضاعف حجم العجينة. شغلة تانية وإنتي تعجني فيها بتكون مثل البالون، يعني بتدخلي إصبعك بيدخل مزبوط معك. هيك بتعرفي إنه العجينة ناجحة. رح أبدأ هلأ أقطع بالعجينة. أول شي رشة طحين خفيفة مشان تسهل علي. بقطع العجينة ل4 قطع متساوية. كل قطعة بتعمل عندي تقريبا 7 كرات، يعني تقريبا كل الكمية بتعمل عندي من 25 ل30 حبة. بعمل كل الكمية. بعد ما خلصت كل الكمية رشة طحين خفيفة وبغطيها وبتركها ترتاح مدة تقريبا نصف ساعة. بعد نصف ساعة شوفوا كيف كمان لسه مرتاحة أكتر وحجمها أكبر. رح أبدأ أشكل بأول وحدة. بضل أعمل فيها إما بإيدي أو بالمشبك لحتى تصير بشكل دائري.
بالنسبة لسماكتها شوفوا كيف ما لازم تكون سميكة كتير. بنزل عليها كمية من الحشوة، أنا بفضل أكتر حشوة وكمان حسب الرغبة. رح أبدأ أعمل فيها بهذا الشكل مثل ما واضح عندكم بالفيديو. هيك أول وحدة صارت جاهزة، رح أعمل كمان وحدة. بعملها بنفس الشكل، برفع الحواف للأعلى وبسكرها، برضو بالنسبة للجوانب برفعها للأعلى وبسكرها سوا لحتى أسكر كل حوافها. برضو الثانية عندي صارت جاهزة. رح أعمل هاي بشكل مختلف، يمكن هو شكل تقليدي شوي، برضو كمان حلو كتير على الخبز. بعد ما خلصت أول صينية بدهنها بصفار بيضة. أنا بفضل فقط الصفارة، بتعطيها لون كتير مميز. إذا ما بتحبي البيض ممكن تستبدليه بزيت الزيتون، برضو بيعطي لون حلو. وبرش عليها قزحة أو سمسم أو الاثنين سوا. أول صينية رح أحط عليها قزحة. بالنسبة للخبز رح يكون على درجة حرارة 200. بشغل النار اللي من تحت تقريبا مدة تلت ساعة، بس أشوفها نفخت معي وصار من تحت لونها أحمر بشغل على التحمير فقط دقيقتين. هيك بعد ما خلصت كل الكمية. عن جد كتير شهية، بتمنى إنكم تجربوها، وبتمنى إذا عجبكم الفيديو تعملوا برضو اشتراك بالقناة وتتابعوا كل فيديوهاتي، وإن شاء الله محضرت لكم فيديوهات كتير حلوة. وتابعوني، وصحتين وعافية على قلبكم.